أهلا بكم متابعينا الكرام. هذا عنوان الخبر: المغاربة غاضبون من حراس السيارات من جديد وفرضهم لتسعيرة 10 دراهم، وهذه التفاصيل. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم واشتراك باش تكون انت الاول اللي كيتوصل بالاخبار المغربية دائما. الى التفاصيل. يبدو أن جدل تسعيرة مواقف السيارات لن يتوقف دون تدخل قانوني، فرغم تحديد تسعيرة ركن السيارات بالمواقف المجاورة، إلا أن المواطنون يشتكون من مطالبتهم بتسعيرة تفوق تلك المحددة على اللائحة المثبتة. جدل تسعيرة مواقف السيارات لا تزال متواصلة، خصوصا في الأماكن الحيوية التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف كالشواطئ. مصطفون فروا من حرارة الشمس واصطدموا بحرارة تسعيرة مواقف السيارات، في حين أن آخرون لا يجدون أي مشكلة في أداء مبلغ يفوق التسعيرة المحددة مقابل ركن سيارتهم. خيالي ما يمكنش. جيت أنا مثلا دابا أنا جيت وقفت هنا قاعد تخلص لي في البلاصة، قلت لي شحال؟ قال لي 10 دراهم. قلت له عطيني الورقه، عطيني التيكي، عطيته 5 دراهم. قال لي تجي تكمل لي 5 دراهم اخرى. الثمن 10 دراهم. ها انت شحال دابا الساعه؟ دابا عاد دخلنا مع ال 11 سير حتى العشيه ب 10 دراهم. وبالنسبه نورمال عادي. انا المهم انا عندي هذاك الشيء عادي ماشي شي حاجه. يعني بالنسبة لك 10 دراهم ما غالياش؟ لا ما غالياش، نورمال عادي. لي باركينغ نورمالمون سي بارتو او ماروك، سي بارتو. كاين الناس ارناكي وكاين الناس اللي معقول. بحال دابا البارح حنا جينا هنايا، السيد مسكين قال لي يعطيني اللي بغيتي صراحه الله. البارح جينا 5 دراهم، هذا منين جينا دابا قال لك نو باركينغ سيدي ديغام. فهمتيني؟ انا يلاه لقيت سبحان الله قلتها لي، قلت لي فوا فواغ واحد لو طاريف قولوها لصحابكم كاملين باش الناس حشومه. تيجي دابا واحد تيجي مسكين دابا من برا ولا هادي وتيجي في السخيرات. لا ميم شو السخيرات، حنا ولينا تنهربوا كاع من السخيرات، ما قدرناش نمشيو تما المدابزه. وردا على غلاء تسعيرة أماكن ركن السيارات بالقرب من شاطئ بوزنيق، حراس السيارات يوضحون موقفهم من هذا الأمر. الباركي 5 دراهم بالنهار، وهادشي اللي مخرج دابا حتى التقرير تاع البلديه ومع الاعلان ديالها تاع الاثمنه 5 دراهم بالنهار و10 دراهم بالليل. الانسان اللي بغى يعطينا شي حاجه راه تيعطيها لينا بخاطرو، ماشي تنفرضوا عليهم باش يعطينا 10 دراهم ولا باركينغ دير 100 ريال 5 دراهم تيعطيونا ديك 100 ريال وكيقول لي تعاون معنا، بغى يتعاون معنا بشي حاجه من عندهم مرحبا. ما نفرضوش عليهم شي ثمن، ما كاينش ما تنفرضوش عليهم شي ثمن ولا تنبزوا عليهم باش يعطيونا شي حاجه 10 دراهم ولا هذه ما كايناش هذه. المهم تيعطيونا داكشي بخاطرهم، تيعطيونا 100 ريال. ويبقى جدل تسعيرة مواقف السيارات مستمر في العديد من المدن، خصوصا الساحلية منها، التي تعرف إقبالا كبيرا في هذه الفترة من السنة في ظل غياب لأي تدخل من الجهات المعنية لضبط الأمور.